أنا عندي نفس التفكير. هل فعلا شات جي بي تي هيقعدنا في البيت؟ الحقيقة إنه أنا لقيت إن شات جي بي تي بيعمل حاجات كتير جدا قريبة من شغل المعالج النفسي والأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي، لكن في حاجات شات جي بي تي ما يقدرش يعملها خالص، زي التعاطف العميق، زي إنه يحس بمشاعرك، زي إنه يبني معاك علاقة، زي إنه يبدأ يخرج عن البروتوكول العلاجي المتعارف عليه عشان ينقذ حياتك لو حصل حاجة، أو يوازن ما بين اللحظة الإنسانية اللي أنت عايش فيها والبروتوكول العلاجي اللي أنت موجود فيه، زي ناخد قرار إنها حجز في المستشفى بناء على كل المعلومات اللي أنت بتديها لي. الحقيقة إن شات جي بي تي بيعمل حاجات كتير أوي أوي أوي، أو الذكاء الاصطناعي بيعمل حاجات كتير أوي 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 أوي، لكن ما أظنش إنه يقدر يحبك ويقدر يعمل معاك علاقة علاجية، ويقدر يعمل معاك تعاطف عميق ويحس بيه. بني آدمين دايما محتاجين مشاعر، كبرنا، صغرنا، رحنا، فينا، رفينا، المشاعر أكتر حاجة البني آدمين محتاجينها. منساش أغنية شيرين مشاعر.